نبيه الوحش لما يلاقيش حد يشتمه بيشتم نفسه. لا انا ما بشتمش حد، انا بقيم. انت ما بتشتمش حد؟ لا 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 لا. امال الفنانين والمبدعين دول لم يسلموا منك. انا مبدعين كويس اللي جبت ست مبدعين كويس على فكره. ادخل لي بقى. احنا جبنا عندنا 3 انواع من المبدعين. خلاص. مبدعين الهشك بشك، ومبدعين المنتفعين، ومبدعين محترمين مثقفين. تمام. خلاص. المبدعين المثقفين المحترمين خدوا ركن. الاوبرا دي مغاره علي بابا. صندوق التنميه الثقافيه مغاره علي بابا. الفنون التشكيليه والشعبيه كانت مغاره علي بابا. البيت المسرح الفني كان مغاره علي بابا. المسرح القومي مغاره علي كل. هقول لك على حاجه، في ال 22 سنه اللي عمالين يتشدقوا يبكوا دلوقتي على وزير الثقافه دلوقتي، عمل روايه خاصه بالعادات والتقاليد المصريه الاصيله؟ ما حصلش. عمل روايه تشجع على الحجاب؟ ما حصلش. عمل روايه، كل اللي عمله نشر روايه حيدر السوري اللي بتوصف الله بالخرا ومحمد ما اعرفش بالقواد، وبتوصف ما اعرفش ايه، واللي كانت السبب في قفل جريده الشعب وخدنا 14 حكم وما رجعتش. خلاص. عمل روايات الهلس والجنس والعري. اقول لك مفاجاه، انت تعلم في عهد زين الرجال فاروق حسني كان في 2 مطربين في الاوبرا رجاله متجوزين بعض. مين؟ لا ما بقولكش مين اشخاص، بس انا لا مش هقول مين انت قلت ايه؟ ما بقولكش مين اشخاص. انا مش هينفع تقول مين اشخاص. 2 رجاله في الاوبرا متجوزين بعض، اللي زعلانين على ايناس عبد الدايم اللي اقل، بس الوزير برضه ما عندوش الحنك. انت ليه بتقول على فاروق حسني زينة الرجال؟ لان انا رافع دعوه عليه في 2006 بحالته للطب الشرعي لاثبات ما اذا كان مقبول من عدمه، في مجلس الدوله موجود. عشان كده بتقول زينة الرجال؟ زين الرجال. وانا مصمم ومش هسيب الدعوه دي، لانه كانوا وقفوها قبل واستمر فيها. يعني وعلى فكره القضيه دي متداوله حاليا؟ متداوله. ويوم ظهرت الخشخاش وانا اتهمته علني ان هو خدها واداها لشجره الدر، والفحص بتاع القصور الرئاسيه لقوها عند شجره الدر لما مسكوها مع العيال الايطاليين، واتظلم فيها عيني محمد محسن شعلان واتحبس اونطه. مين شجره الدر؟ اللي هي سوزان مبارك ام كعب ناشف اللي ودت مصر في ده. طيب خلاص. ما هو دول كانوا بيحكموا مصر يا عم هاني. قبل اختصروا الحزب الوطني في 8 افراد، وال8 افراد كان الاسكافي فتحي سرور، ده قايله قبل الثوره على فكره عشان ما يقولوش نبيل وحش بقى، لانه كان ترزي وترقى لمرتبه الاسكافي، والترزي حل محل مفيد شهاب، وصاب العلمه صفوت، و2 تلامذه جمال واحمد عز اللي امه اسرائيليه. انا بس هتحفظ على كل انا بكمل لك اهو. ما يسبق اسماء ضيوف. امه انجليزيه اسرائيليه، وانا بعت انذار للرئيس مبارك والدكتور فتحي سرور وقلت له هل يعقل يدير تنظيم مصر الخطه العامه للموازنه وامين تنظيم مصر للحزب الحاكم واحده ام اسرائيليه؟ وانيس الدغيدي حي نرزق ونزلها مقال في صوت الامه الوحش يتهم احمد عز بالخيانه العظمى. وبولي اللي كان بيقوم بها دور بولي كان بيقوم بيه زكريا عزمي للترفيه على الرجال المخلوعه ديولو ودلاديلو وشجره الدر. مين كان بيحكم مصر تاني؟ خلاص. اقول لك معلومه ما اعرفش تنفع على الهوا ولا لا. لما قالوا لزكريا عزمي انت ساكت ليه الرئيس مبارك بينكحك؟ قال له ده انا ينكحني الرئيس مبارك انا بنكح مصر كلها. لانه وزير العدل مصر كان جزمه في رجل زكريا عزمي. هتحفظ برضو على لا ما تحفظش دي. انا هتحفظ انت براحتك. انت قول براحتك، بس انا هتحفظ على بعض الالفاظ اللي بتتقال. ده دوري بس. خلاص. انا قدمت بلاغ في زين الرجال فاروق حسني، ده غير على فكره هو اللي اعترف في مكتب النائب العام وقال، والموضوع ده في الصفحه الاولى في جريده الحوادث. خلاص. سنه 2009. قال ايه يا استاذ نبيل؟ قال انت سنه 2009 قال بيسالوه في مكتب النائب العام انت بتقدم بلاغ في نبيل وحش ليه؟ قال لك اصل نبيل وحش من 2006 بيسيء لسمعته ولسمعه الوزاره. فلما جم ياخدوا رايي قلت لهم هو ليه سمعه عشان اسيء ليه؟ وده كان حصل في قدام المحكمه. اما جم هيئه قضاء الدوله قالوا لي يا ريس احنا بنتحفظ على العبارات بتاعت نبيل وحش دي لانه بتسب الوزير وبتقذفه، فالقاضي ضحك.